صباح الخير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل جبنه. ممكن قريش، ممكن جبنه للحشو، ممكن كريمي، زي ما تسموها سموها. المهم ان هي هتطلع جبنه وانتوا بقى تستخدموها زي ما انتوا عايزين. ده يا جماعة 2 كيلو لبن انا جبتهم وغليتهم واخدت منهم القشطة بتاعتهم، لاني انا بحب استفيد بالقشطة ان انا اعمل بيها زبدة. فانا جبتهم وغليتهم وسبتهم في التلاجة 24 ساعة وخدت القشطة. فاللبن ده قلت طبعا استفيد منه. هو طبعا لبن خالي الدسم، فقلت استفيد منه ان انا اعمل منه جبنة قريش استفيد بيها. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اسعار الجبن بره عامل ازاي. وكل سنة وانتوا طيبين طبعا بمناسبة العام الجديد وبمناسبة اني خلاص شهر رجب ان شاء الله هيهل علينا بكل الخير يا رب علينا وعليكم وعلى كل حبايبنا. فبنجهز شوية تحضيرات كده برضو بحيث ان عندنا التلاجة يبقى فيها حاجات ما نضطرش نتكالب كلنا على الاسواق نشتري. وانتوا عارفين بقى دلوقتي الجبن اسعارها ايه، وجبن حشو الجلاش والفطاير والحاجات والعزومات والحاجات دي في رمضان بتبقى عاملة ازاي. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر جزء يبقى عندنا وجزء نجيبه من بره، ونتحايل يعني على الموضوع بحيث اني ما نصرفش كتير وبرضو ما نحرمش برضو اولادنا وبيتنا من الخير يعني. فده اللبن هنسيبه لحد ما يسخن يبقى زي دمعة العين كده، وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. صلوا وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واشتركوا في القناة واعملوا لي بقى لايكات يا جماعة. مش عارفة انا مزعلاكم في حاجة مش بتعملوا لي لايكات. ربنا ما يحرمنيش منكم احلى متابعين. خليكم معايا كده. درجة الحرارة تقريبا بقت كويسة. هنبدأ نضيف حوالي يعني يعتبر تلت كوباية خل، ونبدأ نقلب بالراحة خالص. ويا ريت في المرحلة دي نوطي النار، ما نخليهاش عالية قوي، نخلي النار واطية مش واطية قوي يعني متوسطة. ونبدأ. بصوا يا جماعة انا بحاول اخليكم تستفيدوا من كل حاجة. يعني خدنا القشطة من اللبن، وهناخد ان شاء الله بقية الدسم اللي في اللبن ان احنا نعمله جبنة نستفيد برضو منها ونفيد بيها بيتنا، ونشوف هنعمل بيها ايه. شايفين يا جماعة بدأ اهو بدأت تظهر اهي اهو. في بقى ناس اما بيجيبوا اللبن كده وياخدوا القشطة بتاعته بيكونوا مثلا جايبين كمية كبيرة اكبر من احتياجاتهم، فبيحطوها في اكياس ويرجعوا بعد كده يستخدموها. انا بصراحة يعني اما بحب استخدم مثلا لبن في مكرونة بالبشاميل، في رز بلبن، الحاجات دي بحبه يكون كامل الدسم. لكن اللبن ده بيكون يعني ليه استخدامات لوحده. اللي باخد منه الجبنة والحاجات دي بيكون بقسم بقى، باخد القشطة اعمل بيها زبدة، واخد بقى الحاجات الباقية دي نعمل ان شاء الله بيها جبنة. ممكن الجبنة اللي هتطلع تضيفي عليها مثلا قطعتين جبنة نستو وتضربيهم مع بعض وتبقى كده عملتي جبنة كريمي. اي حاجة يا جماعة بنستفيد منها علشان ما نرميش اي حاجة، وبيتنا في نفس الوقت بيبقى مليان خير وبأقل التكاليف.
يعني اللبن غالي بس بجيبه، بس بستفيد منه، يعني بستفيد منه اكتر من علشان سعر الجبن بره غالي جدا. جبنة القريش شوفوا وصلت لكام دلوقتي. تفضلوا تقلبوا كده لحد ما يبان ان اللبن خلاص اتحول زي شرش كده اصفر، مفيهوش اي خير. وكمان يا جماعة اللي بيفيض بعد كده، بعد ما بناخد الجبنة مش بنرميه، بل بنعجن بيه بقى حاجات، بنزود بيه المش عندنا، نحط عليه شوية شطة ونزود بيه المش، او بنعجن بيه بيتزا لولادنا. اهو بصوا بدأ اللون يتغير شوية، بدأ اللون يتغير شوية. لما يتغير بقى خالص هنعرف ان احنا كده خلاص ما بقاش فيه في اللبن خلاص اي دسم، يعني خلاص طلع في الجبنة اللي موجودة. شايفين المرحلة دي؟ هي دي المرحلة اللي انا اقصد ان احنا نوصل لها. شايفين المية بقت عاملة ازاي؟ شرش اللبن بقى مفيهوش اي جبنة خالص. هي دي المرحلة اللي انا عايزاكم توصلوا لها. بعد كده هنجهز مصفى اهي، مصفى، ونحط عليها حتة شاشة نضيفة نكون مخصصينها للجبنة، ونحط تحتيها طبق اهو، علشان طبق علشان المية تنزل فيه او الشرش ينزل فيه. الطبق الابيض ده انا عشان بس يعلي شوية المصفى وتنزل المية بتاعتنا بسهولة. بعد كده هننزل اللبن او الشرش بالجبنة فيها ونسيبها عشان تتصفى. هعملها واوريها لكم اهي يا جماعة. حطيناها اهي، وطبعا انا ما قلتلكوش ان انا حطيت شوية ملح، لازم طبعا هنحط شوية ملح ونقلب كويس اهو. شايفين الجبنة؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهي يا جماعه الجبنه اهي، شايفين؟ يا ريت تجربوها. وزي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، لما نكون بنعمل حاجه لاول مره لازم نجرب في كميه بسيطه علشان نتعلم، لان الممارسه ليها دور كبير جدا في ان الحاجه تنجح معانا. مش من اول مرة نعمل كمية كبيرة، نجيب 5 كيلو لبن مثلا ونعملهم، لا، الاول كمية بسيطة. كمان هقول لكم على حاجة، في ناس بيحبوا يعملوا اللبن كامل الدسم من غير ما ياخدوا منه القشطة، فدي برضو براحتنا، ونعمل اللي احنا برضو عايزينه، كل واحد على حسب امكانياته. انا بحب اشيل القشطة لان دي تعتبر حشو هنحشي بيها. ممكن اضيف عليها حتة جبنة مثلا نستو، واحشيها بسمبوسك زي ما هنعمل ان شاء الله. ممكن احشيها بجلاش، فبتبقى حشو. مش بحبها تبقى كاملة الدسم قوي، لاني بنحط سمنة وبنحط حاجات تانية عليها. انا حبيت بس اقول المعلومتين دول عشان ابقى قلت كل حاجة. هسيبها تتصفى واوريها لحضراتكم. بصوا يا جماعة، انا ربطت الشاشة كويس جدا على الجبنة، وحطيت عليها تقل ازازة مية صغيرة كده بحيث ان هي تصفي منها المية، وبنسيبها تصفي فترة لا تقل عن 6-7 ساعات. تمام. وبعد كده بنشيلها ناخدها ونحفظها بقى في الفريزر، او نستخدمها بقى الاستخدام الامثل اللي احنا عايزينه. ودي شكل الجبنة بتاعتنا بعد ما عدى عليها حوالي 8 ساعات وحطيتها في الفريزر جمدت شوية. شايفين يا جماعة؟ حتة جبنة اهي، نستخدمها الاستخدام اللي احنا عايزينه، اما مع جبنة نستو نضربها ونحصل على جبنة كريمي، اما مع قطعة جبنة اي نوع جبنة انتوا بتفضلوه، وحشو للسمبوسك او الجلاش او اي حشوة
حاجات كتيرة جدا جدا. شفتوا بقى اللبن اللي احنا جبناه استفدنا منه من الألف إلى الياء. خدنا القشطة وخدنا الجبنة، ويدوبك اللي رميناه أو مش رميناه كمان، اللي حطيناه في المش، نحط عليه شوية شطة وشوية ملح ونزود بيه المش بتاعنا. وهبقى اوريكم برضو المش قريب ان شاء الله. يا ريت الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونشترك في القناة ونعمل لايك وتعليق يا ريت. واشكركم حبايبي، واترككم في رعاية الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم.